شايف الطبق ده؟ أيوة، هو ملك الكربوهيدرات وعشق الملايين، الكشري المصري الأصيل. بس إيه رأيك بقى لو قلتلك إن الكشري ده أصله مش مصري أصلاً؟ أيوة، زي ما سمعت كده، الكشري يا سيدي جذوره هندية. الحكاية بدأت في الهند، كان عندهم أكلة شعبية اسمها كيتشاري. كانت بسيطة جداً، شوية رز على شوية عدس وبس. ومع الحرب العالمية الأولى، الجنود الهنود اللي جم مصر مع الجيش الإنجليزي جابوا الأكلة دي معاهم. المصريين شافوا الطبق، عجبهم المبدأ، بس حسوا إن في حاجة ناقصة. الطبق كان هادي زيادة عن اللزوم بالنسبة لنا. في الوقت ده كان عايش وسطنا جيراننا الطليان، والمصريين لما شافوهم بياكلوا المكرونة قالوا: إيه ده؟ دي تليق جدا على الرز والعدس، وراحوا ضايفينها. وهنا بقى دخلنا المعمل المصري. إحنا طبعا ما بناخدش الأكلة ونسكت، لازم نحط التاتش بتاعنا. المصريين قرروا يخترعوا الدقة بالثوم والخل عشان تظبط الدماغ، والصلصة الحمراء المولعة عشان تفوقك، والأهم من كل ده الورد، البصل المحمر المقرمش اللي بيخلي طعم الكشري يروح في حتة تانية خالص. يعني الكشري اللي بتاكله النهاردة ده هو أعظم ريمكس حصل في التاريخ. أصل هندي، إضافة إيطالية، وروح مصرية 100%. وعلى فكرة، الأكلة دي علمياً عبقرية. ميكس البقوليات والحبوب ده بيديك بروتين كامل زيه زي اللحمة بالظبط، وبسعر على قد الإيد. عشان كده الكشري مش مجرد أكلة، ده الطبق الوحيد اللي بيجمعنا كلنا، الغني والفقير، على ترابيزة واحدة. رحلة طويلة لفت العالم كله عشان تستقر في الآخر في معدتك أنت يا معلم. المهم أنا جوعت الصراحة. قولولي في الكومنتات، إيه أكتر إضافة ما ينفعش تاكل الكشري من غيرها؟ الشطة ولا الدقة؟